اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا مساء الفل، يا مساء الجمال. النهارده بقى هعمل معاكم روتين مسائي هيبقى سهل وسريع، وكل حاجه هنحضرها سوا. هنحضر العشاء سوا، وهنرتب الهدوم بقى بتاعتنا سوا، وهنغسل بقى المواعين، وهنظبط الدنيا يعني، ونعمل عصير كمان بالمره. وقبل ما نبدا في اي حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو كده. دلوقتي بقى بنطبق الهدوم بتاعتنا واحنا واقفين كده. اي حاجه تيجي في طريقك تقابلك تطبقيها وترصيها على طول. طبعا لو انت في بيتك عادي ما توقفيش. تمام. تيشرتات بقى على التيشرتات، العبايات على بعضها، الهدوم الداخلية على بعضها، كل حاجة ترتبيها على بعضها. هنا بقى حسيت ان انا تعبت كده، قلت هقعد وانا معاكم، فرحت بقى قعدت كده، قلت نكمل بقى وانا قاعدين سوا. وانت لو في البيت ما توقفيش خالص، الوقفة اصلا بتهد الحيل، كل حاجة تعمليها وانت قاعدة. تمام. الطرح بقى والحاجات دي هنطبقها برضو. طبعا لو انت عندك شماعة الطرح هتكون اسهل واسرع يعني، وهتنظم معاك الطرح، لكن هي مش عندي. دلوقتي بقى شايفين قربنا نخلص خالص تطبيق اهو، ما خدوش معانا اي وقت ولا مجهود، لاننا قعدنا على طول عملناهم وما مشيناش وسبناهم. تمام. الجاكيت ده هعلقه، الجاكيت ده هيتعلق. تمام. هقوم بقى اطبق الملاية معاكم وانا واقفة، لان كده مش هعرف اطبقها كويس. بتقومي تانياها بقى نصين، وبعد كده تتنيها كمان تانية، وترصي فيها الخداديات والحاجات دي، علشان لما تيجي تخرجيها من الدولاب تلاقيها كلها على بعضها، مفيش حاجة ناقصة. هنا بقى كنا خلصنا. هندخل بقى على المواعين بتاعتنا. هنرص الاول الهدوم بتاعتنا في الدولاب ورانا، علشان تبقى كل حاجة عندنا منظمة ومرتبة. طبعا شايفين الحاجة ما بتاخدش وقت خالص، طول ما انت بعيد عنها هي اللي بتحس ان هي هتصعب عليك، لكن اول ما بتبدأي فيها بجد بتخلصي. وانت قومي تشجعي وانت معايا كده، لو عندك مواعين قومي اغسليها، لو عندك بقى هدوم قومي طبقيها. الحاجات دي بجد بتفرق خالص في النفسية لما تنظفيها كده. هنا بقى شايفين مواعين كتير قد ايه. طبعا اي بيت ما بيخلاش من المواعين، مش عارفة ليه. لو دخلنا نعمله اي حاجة بسيطة ان شاء الله تكون بسيطة خالص، بلاقي المواعين الحوض اتلم معايا مواعين. فهنا بقى هقوم جايه منضفه الحوض الاول، وبعد كده اقوم غسلاه شطفه سريعه كده، وبعد كده بقى اغسل اول حاجه الكوبايات معايا علشان ما تتكسرش. لو انتم ملاحظين ان كل كوبايتين شبه بعض، لاني انا وجوزي بس، فما باجي استخدم كوبايه بجيب انا وهو شبه بعض يعني. تمام. هنا كنا خلصنا بقى الكوبايات، هنشطفها بقى ونرصها على طول علشان ما تتكسرش معانا. كده بقى نكون خلصنا الكوبايات. هنغسل بقى الاطباق والحاجات دي، اي حاجة قدامك في الحوض تغسليها على طول كده علشان تخلصي. طبعا الاطباق والحاجات دي مش بتاخد وقت خالص. قومي وانت معايا كده وتشجعي، ولو عندك اي مواعين حط الفيديو يشتغل جنبك، واغسلي بقى المواعين بتاعتك، وروقي بيتك وظبطي كده، واعملي احلى عشاء لجوزك واولادك. هنا بقى غسلنا بقى كل المواعين اللي هنا في الحوض معايا كلها. طبعا لو في حاجة كبيرة كده مش هحطها في الحوض، هحطها على جنب كده علشان ما تملاش الحوض على الفاضي. شايفين بقى خلصت ازاي بسرعة. اول بقى ما تخلصيهم تمرطيهم كده، تشطفي على طول وتحطي كل حاجة مكانها. يعني دلوقتي هنحط بقى طبعا الاطباق والحاجات دي في المطبقية بتاعتها، ونحط بقى المعالق في الرشاقة بتاعتها على طول. ما تسيبيش حاجة متكومة وراكي وتقولي هرصهم بعدين، لا رصي على طول بالمرة. والصواني بقى ترجعيها مكانها، والحاجات دي هتكوني خلصت الحوض، خلصت كل حاجة مكانك، مش هيفضل حاجة وراكي خالص. تمام. هنا بقى خلصت طبعا الاطباق دي شطف على طول والحاجات دي كلها، وهرشق المعالق والشوك والحاجات دي. خلاص كده هجيب بقى المواعين اللي فاضله معايا، وبكده اكون خلصت. شايفين دول طبعا علشان كانوا كبار شويه كنت سايباهم للاخر. لميت بقى كل اللي عندي. هنا كان البرام ده كان فيه رز متبقي،
قلت لما بتجيبي تبليه ميه كده وبتقومي جايه بمعلقه تجرفي كل اللي فيه ده وتحطيه بقى للطيور اللي عندك. تمام. وبعد كده تقومي جايه معبيه البريم وسايباه لحد ما تخلصي خالص. هيكون هو باش معاكي وهيتمرط معاكي بسهوله. تغسلي بقى اللي فاضل ده، وبكده هنكون خلصنا المواعين بقى، واوريكم بقى هنعمل ايه تاني. انا طبعا شطفت بقى الهون ده ورجعته مكانه على طول، علشان حاسه اللي هو ياخد مكان عندي. وبقى كل حاجه بتلاقيها تاخد مكان تغسليها تشطفيها على طول. وبكده نكون خلصنا المواعين بتاعتنا، مع انهم كان كتير قوي. ما تنسوش بقى تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا له لايك كده حلو كده، وشير وكومنت حلو كده، واللي اشتركش معايا في القناة ينزل يشترك تحت. هنا بقى هغسل الحوض ورايا كويس جدا علشان تبقى حاجتك نظيفة. وجبت بقى البرام اللي انا قلت لكم عليه، لما حطيت فيه ميه بيبوش معاكي وبيتمرط معاكي بسهوله، بس انتوا تمرطي الحاجه كويس جدا. هنا بقى شايفين مرطته كويس جدا. عندي باب البلكونه قاعد يزيق كده، هقفله وانا معاكم. فهنا بقى اول ما خلصت البرام بتاعي شطفته، هتقومي جايبه غسله الحوض بقى غسله كمان تمام كده. هنا بقى غسلته تمام ازاي. صدقيني لما بتبقى ايدك في الحاجه بتخلصي وبسهوله، واحنا خلصنا ما خدناش مع بعض 5 دقايق اهو، وكنا مخلصين الهدوم تطبيق وشطفنا المواعين كلها. لو انت سبت الحاجه ومشيتي هتزهقي وهتكرهي نفسك، فبلاش تسيبيها. حطي وقت لنفسك وتحدي نفسك وهتخلصي بجد. انا بتحدى نفسي، بحط تايمر لنفسي، يعني اول 5 دقايق 10 دقايق بالكتير هكون في المطبخ مخلصة كل اللي فيه. فعلا بخلص كل اللي فيه في ال10 دقايق. عارفة لو حطيت ساعة هخلص في الساعة. فانت حط وقت مش كتير كمان لنفسك، علشان مثلا هقولك لو انا هعمل غدا ومواعين وكل حاجة بحط ساعة لنفسي، واقول ساعة بالظبط وهخلص كل حاجة من المطبخ، بس انا مش طالعة من المطبخ لحد الساعة ما تخلص. بجد بكون خلصت كل اللي ورايا في الساعة دي، عملت الغدا وعملت كل حاجة. هنا بقى شطفته بقى كويس جدا. هجيب بقى الفوطة واغسلها معاكم بالشكل ده، واعصرها كويس جدا، وامسح بيها بقى ايه الحوض بتاعي والحنفيات والحاجات دي. لقيت بقى الاسفنجة دي قمت شطفتها كده وعصرتها كويس بايدي وحطيتها تتصفى معايا. هنا بقى نشفت بقى الحوض كويس جدا. هنروح بقى ندخل بقى على الرخامة بتاعتنا، نمسحها بقى مسحة سريعة كده، واوريكم هنعمل ايه تاني. طبعا ده بقى مطلعه صدر فراخ من الفريزر يفك معايا، وجيت مسحت الرخامة دي مسحة خفيفة كده. ويلا بقى نشي بقى الشقة دي من الدبان والحاجات دي والناموس، عشان احنا هنا في ارياف وبيبقى عندنا دبان كتير جدا، فلازم بنعمل كل يوم الحركة دي. بنقفل وبنش بقى الشقة كويس جدا، ونقفلها علشان لو فيها اي حاجة تخرج برا، ونقعد بقى طول الليل مرتاحين. جو حر ومفتحين طول النهار. شايفين بقى اللي بسيب بقى الشيش المقفول بس بيطلع بقى لو في دبان في ناموس بيطلع من الخروم الصغيرة دي. بسيبها نص ساعة كده، وبعد كده بقوم فتحها تاني. هقفل بقى كل حاجة. تقفل الشباك، تضلمي الشقة بمعنى الكلمة، تضلميها خالص. حتى الشباك بقى الكبير ده انا طبعا اول ما بخلص، اول ما بحس بقى الشقة نضفت خالص، طبعا بديها ساعات بخة كمان معايا كده، لو علشان الحاجة تطلع بسرعة لما اكون مستعجلة، يعني عشان بقى لو في دبانة في ناموسة تطلع في ثواني وخلاص. فدلوقتي بقى قفلت بقى الشباك وانا معاكم كده. دول بقفلهم خالص، بسيب بس اللي هو البلكونات هي اللي متفتحة، الشيش بتاعها هو اللي متفتح كده. بقى بنش خالص اهو. خلاص كده.
وبكده هنخلصه. هنفتحها بقى تاني، انا كده بفتحها معاكم سريع سريع لاني بس انا كنت سبتها نص ساعة يعني. تمام. هفتح بقى كل حاجة، اي شباك من ده بفتحه بقى عشان الجو بصراحة حر جدا وما نستحملش نقعد في الشقة كده. خلاص بقى يلا بينا ندخل على المطبخ بتاعنا ونشوف هنعمل عشاء ايه. هنعمل احلى حواوشي بالفراخ، بجد كان تحفة. جوزي قال لي تعملي لي منه على طول، وانتوا جربوه بنفس الطريقة وهيعجبكم قوي. اول حاجة جبت اللبن معايا، وجبت عند الخميرة ببقى حطاها في الفريزر وبسخن بقى اللبن. الخميرة بتاعتي خميرة بيرة، وجبت بولة وجبت الخميرة دي وقطعت حتة على قد الاستخدام اللي انا هستخدمه. قولي معلقة صغيرة، وجبت معلقة سكر يعني ونص معلقة سكر. تمام. وهحط بقى اللبن بتاعي، هو دافي بس علشان ما تبوظيش الخميرة بتاعتك. وهفضل بقى اقلب كويس، وبعد كده هنزل ب3 كوبايات دقيق على حسب بقى اسرتك وحاجة من دي، لكن انا هعمل 3 كوبايات دقيق وهيكونوا كويسين جدا لنا يعني. وحطيت بقى رشة ملح كده، وبعد كده هعجن بقى وانا معاكم. هنا بقى كانت الدقيق طلع شوية مش كتير، يعني ال3 كوبايات دول باين ما كنتش مليهم كويس. هحط كمان شوية مش كتير، يجي نص كوباية كمان. نص كوباية زي ما قلت لكم. وبعد كده هلم العجينة وهتتلم معايا بسهولة جدا. تغسليها بقى تعجنيها بقى كويس جدا، وتحطي بقى معلقتين زيت بس مش اكتر، وتعجني بقى كويس. انا كنت هنا بوريكم، وهنا كنت لميتها خالص وعجنتها كويس جدا. خدت معايا 5 دقايق عجن كده. بصوا خرجتها على ايدي، هي بتلزق تلزيقة خفيفة كده، وهي دي العجينة المطلوبة منك بقى. انا كده خلصتها. هحط بقى شوية زيت في البولة، وهمسحها من فوق بشوية زيت برضو. وبعد كده هنحطها مع بعض بقى إيه تختمر. هجيب بقى كيس واحطها تختمر، يعني في الحر اللي احنا فيه ده مش هتاخد بقى خمران خالص، يعني ربع ساعة ده اكتر حاجة، على ما نكونوا عملنا حشوة الحواوشي من قلبه. هنجيبه بقى بصلتين 3 كده، و3 قرون فلفل، وفص واحد بس توم. وهنجيب بقى الكبة ونجهزها ونقطع فيها الحاجات اللي معانا دي. هنقطع بقى البصل والفلفل، هما 3 بصلات اهم، و3 قرون فلفل، لا 4 حسب انت بتحبي ايه، بس بجد اعمليها بنفس الطريقة هتعجبك قوي. فص واحد توم بس انا بقشره مفتوح كده، بقسمه نصين وبقوم جايه فاتحاه، ده التقشيره بتاعتي. هضربهم بقى في الكبه، مفيش اكتر من كده. شايفين السهوله؟ وحاجه تعمليها في البيت وما تخليش اولادك يشتروا حاجه من بره. صراحه انا مش بنصح باكل بره، مش ببقى عارفه هو معمول ازاي خالص. تضربيهم بقى ضربه كنت بوريكم، بس كده مفيش اكتر من كده. خرجهم بقى ببوله كده. تنزليهم بقى في البوله بتاعتك كويس. ومش هغسل بقى الكبة لان هجيب الفراخ بقى افرمها ورايا على طول. هو صدر فراخ واحد ويخليها كده، وقمت جايه فرماه على طول. طبعا نزلت بقى كويس كده، ما ضربتش معاهم بهارات ولا حاجه. لسه البهارات هنحطها والملح والحاجات دي بعد ما نخلص. حطينا بقى صدر الفراخ بتاعنا، وقمنا جايين فرمينه بقى كويس جدا ناعم برضو. هنا كنت بضغط جامد على الكب علشان مش بقدر بصراحه. كده بقى خلاص كانت فرم معايا ناعم. بعد كده هنفضيها على المكونات بتاعتنا دي. خلاص كده هنقوم جايين منضفينها بقى كويس بالمعلقة بتاعتنا كده، مترميش حاجة يعني. انا بوريكم كأنكم قاعدين معايا في البيت بالظبط، ده اللي انا بعمله في العادة خالص.
بمسح بقى الرخامة علشان لو وقع مني حاجة او حاجة طرطشت او اي حاجة من دي فتكون نظيفة معايا. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. هحط معلقة بهارات، هي معلقة صغيرة بس دي عشان صغيرة قوي حطيت 2. وهحط مع معلقة فلفل اسود، وهحط بقى ايه معلقة كزبرة ناشفة، وهحط معلقة ملح، معلقة واحدة بس، وهحط شوية شطة حسب الرغبة عشان انا بحب الحواوشي فيه سنة شطشطة كده. تمام. وهنا بقى بعجنهم كويس كده بالمعلقة كويس عشان يتماسكوا مع بعض. ويلا نجيب بقى العجينة بتاعتنا. بس قبل ما نجيب العجينة هنعمل عصير مع بعض على ما العجينة تكون اختمرت. يا دوبك احنا ضربنا الحاجات دي بسهولة خالص، ما خدتش وقت، يعني احنا لسه ما كملناش 5 دقايق واحنا واقفين في المطبخ كده. هجيب بقى اعمل معاكم عصير مانجا. انا طبعا كانت مجمدة، قطعتها طلعتها من الفريزر وقشرتها بسهولة وقمت مقطعاها، وبعد كده حطيتها، وبعد كده هحط 3 معالق سكر، 3 بالظبط. وهجيب بقى سكر بقى اللي هو اللي اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، بجيب اللي هي المانجا البودر دي، بحط معلقة منها، بقوم جاية منزلة عليها حاجة بسيطة خالص لان عايزاها تقيلة معايا، مية مش كتير خالص، يا دوبك مغطية المانجا كده، وبضربها بيبقى اسمه تانك مانجا. تمام. وهنا بقى بضربها كويس. طبعا في الجو الحر ده هي مجمدة والمية سقعانة جدا، بس مش هيعجبني كده برضو، لا، هجيب بقى ازازة كده وهفضيها فيها علشان احطها في الفريزر، عشان بحب اجي نشربها كده تكون متلجة خالص. تمام. هنا بقى بمسح كل حاجة ورايا علشان الحاجة اللي بتقع منك لازم انت تنضفي حاجتك. جبت بقى العجينة بتاعتي كانت اختمرت وجميلة جدا. جبنا بقى الطبق ده معانا، وهتمسحي ايديكي مسحة بسيطة كده بالزيت، وتخرجي العجينة بتاعتك وتقطعيها كور مش كبيرة، صغيرة خالص، يعني معقولة كده متوسطة. هقطع العجينة دي معايا 9 قطع. تمام. شايفين الجمال؟ على حسب بتعرفي تقطعي ازاي، قطعي بالطريقة اللي بتعرفي تقطعي بيها. قطعتها طلعت معايا 9 قطع. بعد كده هوريكم هنعمل ايه. بصراحة العجينة كانت طرية ومتماسكة وجميلة جدا. هنا بقى شلنا البولة وجبنا ايه والصينية بتاعتنا اللي هنرص فيها، ومسحت معايا الرخامة مسحة بسيطة بالزيت، مش همسح الصينية زيت. تمام. وهجيب بقى القرصة واضغط عليها ضغطة بسيطة. المرة دي بقى فردتها كويس، ده غلط، بعد كده ما تعمليش كده، هعمل تاني الصح وتعملي زي بقى. انا وريتكم الغلط وهوريكم الصح. هنا فردتها كويس، فلما جيت فردتها كويس بلمها على العجينة كده وضغطت، جت من قدام، لما جيت قلبتها لقيتها اتخرمت معايا. شايفين؟ انا ما كنتش عايزة كده، ولما جيت قلبتها تاني لقيتها، بس الحمد لله عديت الوضع وقفلته. هوريكم بقى تاني. ضغطت عليها ضغطة خفيفة خالص بس كده، وجبت على طول. بتحط بقى معلقة كبيرة كده، دي بتبقى مقضية بقى الرغيف لانه صغير اصلا وبيبقى جميل جدا، يعتبر مني حواوشي. ضغطت عليه كده. لما جيت قلبتها بقى معاكم هوريكم، هتلاقيها مقفولة وكويسة جدا. شايفين؟ انا عايزاه كده بقى، تعملي كله بالشكل ده. تمام. ضغطة خفيفة، تحط المعلقة على حسب بقى انتوا بتحبوا الكميات ايه، بس هو كان معايا كده جميل جدا. وهكذا بقى هعمل كله بنفس الطريقة، بجد جميل جدا. بوريكم بقى اللي انا برص على طول في الصينية. هنا سرعت بقى، وريتكم المضمون وسرعت بقى وعملت كله بنفس الطريقة، بس عملت كله معاكم برضو علشان تكونوا شايفين الاول من الاخر، يعني تكونوا عارفين الحاجة بتتعمل ازاي.
صدقوني ما خدتش وقت خالص، وفي الفرن مش بياخد اي تسوية، بسرعة جدا، وبتاكل حاجة بتكون سخنة وجميلة ومضمونة من البيت. ولو عملتيه بلحمة بنفس الطريقة هيبقى جميل قوي. كده بقى كنت خلصت خلاص. طبعا اخر واحدة معايا هعصر بقى الشوية دول، بيبقى فيهم مية كتير، هروح بقى اعصرهم على الحوض كده. كانت متماسكة وجميلة. اللي هي القبل الاخيرة دي كان في مية كنت المفروض اعصره، فما كنتش عارفة، فلزقت مني شوية وطرت مني شوية وكده، فقلت لا المرة التانية ان شاء الله هقوم جاي عصرهم بايدي كده. رحت عصرتهم بقى وجيت، شايفين بقى هي متماسكة ازاي، حطيتها وكده خلاص خلصت. يلا بينا بقى اما اوريهولكم. وخلاص كده نطلعه الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة. وده شكله بعد ما خرج معايا. جيت اقلبه كده لقيته لسه ابيض معايا، فقمت جاي حطاه على النار من البوتاجاز من فوق. قلت اما اعمل السلطه كده، وولعت النار على البوتاجاز وحطيته شويه بس كده، وبقيت اقلب الصينيه كده من هنا لهنا لحد ما خد لون من تحت. ده كانت ايد جوزي، كان جاي يشوفه، كان جعان. وكده رحت بقى حطيته على النار على طول لانه كان جعان بجد، وكنت اتاخرت يعني. وبكده اكون خلصت. عملت جنبه سلطه خضره، وعملت عصير مانجا، ومفيش اكتر من كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده، وتقولوا لي ايه رأيكم في الحواوشي. واللي ما اشتركش معايا ينزل يشترك تحت. مع السلامة. هوريكم الاول وانا بفضل عصير عشان تشوفوا كل حاجة بالمرة. هنا بقى كنت خلاص خلصت ووريتكم من قعره بقى، كان جميل جدا. لحظة العصير دي مش عايزة افوتها. هجيب بقى العصير من الفريزر وافضيه معاكم بقى، كان متلج وجميل. يلا سلام.